لا فامي اليوم ما غنتكلموش في موضوع، ولكن غنتكلموا في واحد القضيه مهمه ومهمه جدا، واللي ثارت الراي العام وتكلم عليها مجموعه من الصحف الالكترونيه والمنابر الاعلاميه. هذه القضيه ديال الزوجه المتوفيه مدينه برشيد، او بالاحرى الزوجه اللي انتحرت. كما كنعرفوا ان هذا الموضوع دار ضجه كبيره على اسباب الانتحار ديال الزوجه والمشاكل اللي دفع بها الانتحار ديالها، خصوصا بعدما ان الام ديالها خرجت بتصريحات وقالت بان عائله الزوج هي السبب الحقيقي ديال الوفاه ديال الابنه ديالها، وانها كانت كتعاني ضغوطات كبيره من العائله ديال الزوج ديالها. لكن خرجت عائله الزوج من الصمت ديالها، وذكرت واحد الحقائق اللي كانت نقطه تحول في هذه القضيه، حيث قالوا بانهم ما كانوا كيعانوا مع الزوجه اي مشاكل، كان بيناتهم الاحترام والاحترام المتبادل، كانت معاهم مزيان، ما كان حتى شي مشكل. لكن الليله اللي وقعت فيها الواقعه، كانت هذه الانسانه خرجت متعصبه من الليله اللي وقعت فيها الواقعه. قالت الام بان الزوجه خرجت من الغرفه ديالها وهرست البورطابل ديالها وكارت سيم ديالها، وكانت هذه هي النقطه اللي ثارت الشكوك وشكوك بزاف، اللي ثارت الانتباه ديالي والانتباه ديالي كثير. هي بعض الصحف الإلكترونية والمنابر الإعلامية ولا الجرائد الإلكترونية كتفتار الكذب على هاد السيدة هادا، وقالوا بأنها كانت على علاقة وأنها وهاد السيدة ما عرفوش بأنها عند الله عز وجل وبين يد الرحمن. الحقيقة مازال ما بان منها والو. وفي الختام الشباب اللي عجبو الفيديو يدير لايك، واللي ما عجبوش يدير ديزلايك ويتابونا معنا في لاشين ديالنا، وما تنساش تفعل زر الجرس.